اهلا بيكم في قناة مع منى. هتكلم النهاردة عن تعويم الجنيه. يا ريت تتابعوني لاخر الفيديو، وقبل ما اتكلم يا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل الجرس لو المحتوى بتاعي يعجبكم. وندخل في الموضوع دلوقتي. ندخل في الموضوع ان هو في اساتذة من الاقتصاديين كتير السنة اللي فاتت كانوا بيتكلموا هل في تعويم مفيش تعويم. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في مؤتمر في شهر يونيو في سنة 2023 اتكلم عن الموضوع ده وقال مفيش تعويم هيحصل في الوقت ده، مادام هيضر التعويم ده هيضر من المصريين مش هيبقى فيه تعويم. حتى لو طلب من الصندوق النقد الدولي قال لازم يحصل الكلام ده، ما عملش علشان في ضرر للمصريين. وفعلا لو حصل تعويم كان في الوقت ده كان هيبقى فيه مشكلة كبيرة. علم الاقتصاد الدولة حاجة معقدة مش سهلة، في يعني مش أي واحد يعني يتكلم في الاقتصاد. عايز معلومات كتيرة، لازم يفهم معلومات كتيرة عن الاقتصاد في الدولة. في معلومات كتيرة مبتبقاش باينة طبعا. فالمسؤول اللي هو محافظ البنك المركزي طبعا بيبقى عارف معلومات كتيرة ودارس دراسة طويلة في اقتصاد البلد، دكتور حسن عبد الله، علشان يعرف يحل المشاكل الموجودة في مصر. وعشان كده عشان يعوم مش أي وقت يعوم فيه، لازم يكون فيه دولارات كتيرة، أموال كتيرة من الدولارات علشان يعرف يعوم. واحنا أصلا عندنا نقص في الدولار زي ما انتوا عارفين. السبب في نقص الدولار حاجات كتير، أهمها التضخم اللي حصل في العالم عشان كورونا حرب روسيا وأوكرانيا. اللي حصل إن أمريكا رفعت الفايدة فسحبت الدولارات من الدول النامية زي مصر، فحصلت مشكلة سحبت الأموال الساخنة. وكمان حرب روسيا وأوكرانيا زودت أسعار البترول وزودت أسعار القمح والحبوب، وإحنا أكتر مستوردين حبوب وقمح من روسيا وأوكرانيا، فطبعا أثرت طبعا على الدولارات اللي عندنا، وإحنا عندنا أصلا نقص. كمان مشكلة تانية اللي هي اللاجئين. عندنا لاجئين طبعا جم فجأة من حرب السودان وكده، ودول تانية كتير ممكن يجي عددهم ممكن أكتر من 15 مليون تقريبا، من سوريا بقى ومن السودان ومن اليمن ومن العراق وفي من دول أفريقيا. في دول كتيرة جم فجأة طبعا، فده اتأثرنا من الحكاية دي يعني. كمان احنا عومنا في سنة 2023 في شهر يناير، وكان عندنا الدولارات ما كانتش كتيرة، فممكن ده برضو اتأثرنا من خلال الحكاية دي. والسوق السوداء بقت قوية، وعمال الدولار كان عمال يعلى، وحصل فرق كبير ما بين الدولار في البنك والدولار في السوق السوداء. وكمان الدولارات المصريين اللي في الخارج ما كانتش بتيجي، نقصت 30%، علشان كان في تجار من السوق السوداء كانت بتحاول بتاخد الدولارات من عندهم، يعني من هناك كمان ما بتدخلش مصر، بيحولها مصري، يعني بياخد الدولارات من هناك وبيحولوا العملة كعملة مصرية لمصر. وده طبعا الحكاية دي تأثرنا جامد. وفي آخر سنة 2023 حصل حرب غزة، في عوائد قناة السويس قلت عشان الحوثيين بتضرب السفن، وكمان السياحة قلت كتير برضو علشان برضو حرب غزة. والدولار في السوق السوداء بقى عالي جدا، بقى ب75، وفرق كبير ما بين السوق السوداء بقى والبنك. فوزارة الداخلية كثفت جهودها وعملت ضربات أمنية علشان التجار الغير مشروع اللي هو السوق السوداء، تجار السوق السوداء في العملة الصعبة والمضاربة بأسعار العملات.
ان هم بيخفوها عن التداول وبيتاجروا بيها خارج نطاق السوق المصرفي والبنوك. العقوبة بتاعة الإتجار من 3 ل10 سنين، وغرامة 1 ل5 مليون جنيه. حصل بعد كده مشروع رأس الحكمة زي ما انتوا عارفين، بدأوا في الكلام بس، فحصل ايه؟ نزل الدولار في السوق السوداء من 75 ل60، ده بمجرد الكلام. بعد كده لما حصل اتفاق وعقود وكده مع الإمارات، إنها تدفع 185 مليار دولار، وإنها تدفع 35 مليار دولار في شهرين والباقي في مرحلة تنفيذ. حصل بقى إيه؟ حصل في السوق السوداء الدولار بقى نزل جامد، بقى من 40 جنيه نزل كمان أقل من كده، بقى ب38 و36 و34 جنيه الدولار واحد. طبعا دي كان حاجة كويسة. هما معوموش في ساعتها، يعني معوموش في ساعة اللي ايه لما الدولار كان في الثلاثينات. حصل ايه بعد كده؟ رئيس هيئة قناة السويس اتكلم ان هو هيعمل ازدواجية قناة السويس، هيعمل قناة تانية مع القناة الأصلية يعني. فمشروع كويس هو، وهتكلم عليه في حلقة تانية يعني لوحدها. هو مش هيستلف ولا حاجة، وكمان اللي هي المعدات بتاعته الحاجات اللي هيحفر بيها وكده كلها موجودة مصرية كلها، مش يعني مش هيستلفها من بره او مش هيستوردها، كلها موجودة في مصر يعني. وحاجة كويسة. ولكن المشكلة ان الدولار علي تاني بقى، لما سمع الخبر ده بقى ب47 و48 و49. فحصل بعد كده التعويم. حصل التعويم علشان يبقى السوق السوداء والبنوك هيبقى بسعر واحد، خليناه التعويم ب50 جنيه، يبقى زي السوق السوداء بالظبط. ودلوقتي بقى ب49.5 دلوقتي حاليا. حصل التعويم طبعا كده حجم التقلبات السعرية في السلع والخدمات، والسلع كانت مسعرة بالدولار الغير رسمي اللي هو كان ب75، فطبعا زاد التضخم وزاد ارتفاع الأسعار عشان وجود السوق السوداء، وما كانش في استقرار في الأسعار أو في الدولار نفسه. السوق السوداء بعد التعويم أصيبت بالشلل، توقفت حركة البيع والشراء. طبعا بقت الدولارات متوفرة في البنوك. حصل حالة ارتباك في السوق الموازي أو في السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي، وبالتحرير الكامل بسعر الصرف وتوفير السيولة الدولارية في البنوك للعملاء. بعد الحكاية دي كمان وكالة موديز للتصنيف الائتماني صنفت مصر من سلبية لإيجابية CAA1، دي حاجة كويسة. ومصر عملت كمان بقى مع التعويم الجنيه رفعت سعر الفايدة عن الإيداع والإقراض 600 نقطة علشان التضخم ينزل، عشان التضخم في مصر هو ده المشكلة الكبيرة. لما التضخم ينزل طبعا الأسعار هتنزل وكل حاجة هتبقى مظبوطة، وكمان عايزين يسحبوا الفلوس من السوق، فعشان كده رفعوا سعر الفايدة. كمان أفرجوا عن البضائع في المينا، اللي هي البضائع اللي هي زي الغذاء والخدمات الأدوية والمواد الخام اللي هي عشان الصناعة، الحاجات المهمة يعني. أفرجنا عن البضائع دي، وبكده هتتوفر وبكده الأسعار هتنزل. كمان استقرار الدولار والتعويم اللي حصل، الدولار هينزل، يعني بدل ما يبقى ب50 ممكن ينزل يبقى ب40 ويبقى أقل. وبكده هيبقى فيه استثمارات هتيجي، زي مثلا المجمع التحرير واللي هو حزب الوطني، هيبقوا فنادق كبيرة في دول هتيجي برضو هتستثمر فيها.
كمان العلمين في ناس هتيجي تستثمر برضو، هيعملوا فنادق برضو هناك. وفي كمان مشاريع تانية زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كل المشاريع دي هتكلمكم عنها بالتفصيل، تبقوا تتابعوني. كمان في موضوع تاني اللي هو طلعت مصطفى رجل الأعمال الكبير، استحوذ على 10 مليون متر مربع في الرياض. هيعمل استثمار هناك كبير، زي ما هم بيجوا لنا زي الإمارات والسعودية وقطر وهيجوا لنا يعملوا استثمارات عندنا، احنا كمان بنعمل استثمارات بره. العالم كله بيعمل نفس النظام ده، يعني احنا بنعمل استثمار مش بيع. احنا عومنا في نوفمبر في سنة 2016، وعومنا في مارس 2022، وعومنا في أكتوبر 2022، وعومنا في يناير 2023، وآخر التعويم ده اللي هو في مارس 2024 ده الخامس، ده التعويم الخامس، وإن شاء الله هيكون الأخير. إن شاء الله هيكون نقلة كبيرة كويسة، والدولار هيستقر. هو مش هيبقى 50، أكيد هيبقى أقل من كده بكتير، هينزل. في بنوك دولية قالت بالكلام ده، مش أنا اللي بقول ولا كده. في بنوك دولية قالت إن الدولار هينزل عن كده، هيستقر، هيبقى ب40 أو أقل من كده كمان. هيبقى في استثمارات هتكتر مادام في الدولار استقر، استثمارات هتكتر وهتكبر إن شاء الله. وبكده خلصت الحلقة بتاعتي. ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.